السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال بيتكرر كتير جدا، ازاي اشتغل اخصائي تخاطب او ازاي ادخل مجال التربية الخاصة؟ كتير من الناس عايزة تدخل مجال التخاطب او مجال التربية الخاصة وبتتعرض لعمليات نصب كتير ومش عارفين يبداوا الطريق منين. في الفيديو ده هنشرح لكم ايه هي الطرق اللي تدخل بيها مجال التربية الخاصة. الطريقة الاولى وهي بعد الثانوية العامة تدخل اي كلية من كليات التخصص مدتها 4 سنين، وكليات هي كليات التربية الخاصة او اقسام التربيه الخاصه في كليات التربيه المختلفه زي تربيه عين شمس وتربيه حلوان وتربيه المنصوره، او كليات علوم اعاقه زي علوم اعاقه الزقازيق وعلوم ذوي احتياجات خاصه بني سويف، او قسم علوم اعاقه كليه تربيه طفوله مبكره جامعه القاهره. وكليات التربيه للطفوله المبكره فيها اقسام للتربيه الخاصه، وفي بعض كليات الاداب زي اداب اسكندريه فيها قسم اسمه اداب صوتيات ده بيطلع اخصائيين تخاطب، وفي بعض كليات الاداب فتحت قسم جديد اسمه قسم ذوي الاحتياجات الخاصه، بالاضافه الى الجامعات الخاصه فيها اقسام للتربيه الخاصه، وهي دي فقط الكليات الخاصه بتخصص التربيه الخاصه. الطريقه الثانيه وهي لو انت مش خريج اي كليه من الكليات المتخصصه اللي احنا لسه قايلين عليهم، انك تروح تعمل دراسات عليا في اي كليه من كليات التخصص. يعني لو هتروح تعمل دراسات عليا في علوم اعاقه هتاخد الدبلوم العام مدته سنه، بعدين الدبلوم الخاص مدته سنه، بعد كده الماجستير والدكتوراه. لو هتروح تعمل في اي كليه تربيه هتاخد الدبلوم التربوي الاول، بعدين الدبلوم المهني، بعدين الدبلوم الخاص. ولو انت خريج كليه تربيه اصلا بس مش تخصص تربيه خاصه هتاخد الدبلوم المهني على طول، وبعد كده الدبلوم الخاص، وبعد كده الماجستير والدكتوراه. طبعا سواء كنت خريج كليه متخصصه زي كليات التربيه الخاصه او علوم الاعاقه او اقسام التربيه الخاصه، او خريج كليه غير متخصصه وكملت الماجستير والدكتوراه، ده هيفتح ليك فرص سفر كتير وفرص شغل كتير. الطريقه الثالثه سواء كنت خريج كليه من كليات التخصص او مش خريج كليه من كليات التخصص وعملت دراسات عليا في كليات التخصص وعملت ماجستير والدكتوراه، اهم من ده كله انك تنزل تشتغل ويبقى عندك الخبره العمليه. لازم يبقى عندك خبره عمل، لازم تنزل تشتغل في المراكز، تشتغل بالبرامج، تشتغل مع الحالات. وافضل مكانين يدوك الخبره دي كورسين، لا اما كورس معهد السمع والكلام او كورس كليه الطب، والدورتين دول بس هما اللي معترف بيهم ومعترف بيهم في الصف. اي حاجه ثانيه مش دراسات عليا يبقى مش معترف بيها، دي حاجه بتزود بيها خبرتك فقط. وهي دي الطرق الرسميه اللي معترف بيها من الدوله ومعترف بيها من الدول خارج مصر. سلام.